مساء الخير انساتي سيداتي سادتي. النهارده معانا نجمه في الاعلام بجد، واحده بينتظرها مستقبل كبير جدا. هي يمكن اثرت في حق نفسها انها سافرت واشتغلت في البيزنس في دول الخليج، لكن حست انها الحاجه الحلوه اللي هي بتحبها اللي هو الاعلام انه افتقدته السنين الطويله دي فجت، وانا بصفتي بكرمها النهارده وجايزه حلوه هيت اهي، واخد بال حضرتك، وانا بشكرها انها جات لي وهي تستحق التكريم. وانا بس عايز اسالها شويه اسئله. استاذه دنيا، اول حاجه شرف ليا ان حضرتك بس تشكرني. لا حاجه كتير قوي عليا. لا والله يا فندم ده اقل واجب. بص يا ست الكل، انت دلوقتي اهدافك ايه وانت جايه داخله مجال الاعلام وانت عارفه ان مجال الاعلام فيه هرتله كتير؟ اهدافي بالنسبه للاعلام ما يهمنيش الهرتله، يهمني انا ماشيه على اي خطوه. تمام. خطوتي صح. انا جايه عايزه في رساله معينه عايزه اقدمها. تمام. فملتزمه بيها وان شاء الله اكملها للاخر. ايه الجانب اللي انت حابه تغطيه في برامجك؟ هل هو فني؟ هل هو سياسي؟ هل هو اجتماعي؟ يعني البعض منه اجتماعي. بصراحه هو موضوع الاعلام ما تقدرش تحدد بالظبط، على حسب ما يجي المود بتاعك او يجي كده. انت مياله لايه؟ والله انا مياله للنظام الاقتصادي. الاقتصادي. طب انت شايفه حضرتك الاقتصاد بتاع البلد رايح على فين؟ انا والله ما بقاليش فتره كبيره هنا عشان اقدر اقيم، بس الى حد ما يعني انا شايفه العادي، لسه ما فيش اي جديد فيه. بصي، مصر في تنميه مستمره طول الوقت وبيتعمل مشروعات احنا ما كناش نحلم بيها ان المشروعات دي تتعمل على ارض مصر. مظبوط، وده يمكن من الحاجات اللي شدتني قوي ان ارجع لمجال الاعلام. عايزه اتكلم عن الحاجات دي كلها. أيوة. الحاجات دي كلها شدتني جامد جدا. طبعا ما اقدرش اتكلم اقتصاديا بالظبط ايه، لان انا مش خبيره اقتصاديه. بس انا بحب ان اشوف التطور والانجازات، وخاصه المشاريع الرقميه. حضرتك بتتابعي والنظام الرقمي، الحاجات دي كلها. وبعدين احنا شفنا استثمارات عاليه جدا. أيوة. شفت حاجات كتير جدا. وبعدين يعني برضو كمان في المجال زي مهرجان اوسكار لوحده. ربنا يخليك. لا معلش انا بكلم حضرتك بدون اي مجامله. سلميلي. مهرجان اوسكار ايجيبت، يعني حضرتك عامل له اوسكار ايجيبت. ايوه. احنا بنتكلم اوسكار مصر، يعني انا اتكرم في اوسكار مصر، حاجه جامده جدا. طب ايه رايك في الجائزه؟ لا الجائزه جميله جدا ومتكلفه بصراحه. لا بجد يعني حضرتك عامل شغل عالي قوي. هي بترمز لكل من بيمسك الميكروفون في ايده. مزبوط. سواء المطرب او الاعلامي، صح؟ مظبوط، لان حتى الجوائز اللي اخذوها الاستاذ المخرج محمد فاضل مختلفه. او الاساتذه الكبار برضو مختلفين قوي. كل واحد مهنته بديله جايزه شبه مهنته. والله دي مش جديده على حضرتك، الذكاء والعبقريه تعودناها في حضرتك يعني. ربنا يخليك يا فندم، ودي فرصه سعيده جدا ان انا التقيت بيكي، واتمنى ان انا التقي معاكي في حوارات اخرى، واخده بالك، وان شاء الله تنوريني في مهرجان اوسكار ايجيبت القادم، وتنوريني في مهرجان العريش السينمائي القادم ان شاء الله بكل تاكيد. وان شاء الله ربنا يوفقك وبالتوفيق والتقدم للاحسن والاحسن. بس انا بقى في سؤال عندي عايزه اساله لك. اتفضلي. دلوقتي حضرتك اوسكار ايجيبت، بعد اوسكار ايجيبت في ايه؟ مهرجان العريش السينمائي. لا بعد دراما يعني. اوسكار ايجيبت. مش ناوي تتوسع اوسكار بقى عالمي؟ لا ده ما اقدرش عليها. ليه؟ ده احنا بس ننجح في مصر يا استاذ، هم بيسوقونا. بعبقريه حضرتك هتنجح جامد. تسلمي لي وربنا يا رب يسعدك، وبتمنى لك التوفيق من كل قلبي. شكرا جدا وشكرا على دعم حضرتك. الله يخليك. للشباب وللمواهب والحاجات اللي انا سمعت عن حضرتك كتير قوي حاجات. الله يخليك. يمكن انت ما قلتهاليش. تسلمي لي يا ست. فحضرتك بتدعم كل حد جديد وكل حد فعلا محتاج الدعم. ربنا يبارك لك. فرصه سعيده جدا. كل الناس زي حضرتك. حبيبتي تسلمي لي. شكرا. فرصه سعيده جدا. وانا سعيده بحضرتك.